سلام الفحلات، صباح الخير، صباح الأنوار. جيتكم اليوم بواحد الروتين اللي كامل نحبوه وكامل نحوسوا عليه. اليوم ما كانش تنظيف عميق للدار، اليوم راح ندير تنظيف عميق لي انايا. روتين العناية بالبشرة الأسبوعي، وصفات بوصفات طبيعية موجودة في الدار. المهم البنات اليوم روتين تاع نهار الجمعة اللي حبيت نشاركه معكم، يعني من الصباح حتى لليل. قعدوا معايا حتى للأخير وما تنسوليش هذاك اللايك فضلا وليس أمرا. الفيديو تاع اليوم راني متأكدة بزاف باللي رايح يعجبكم. اما لا ما تروحوش بعيد، وقبل ما نبداو نقولوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا طليت عليكم يعني بالفطور تاع الصباح. ساعة الواحد هكذا يحب يقلش روحه، مش كل يوم اكيد. هذه الكيكه يعني سهله خلاص، حتى ولدي الصغير دوكا يعرفها ولا يعرفها كي نجي نديرها برك يقول لي زانغريديون تاعها. شاركتها معكم شحال من خطره، غير بزوج حبات تاع البيض، نص كاس تاع حليب، ونص كاس زيت، ونص كاس سكر، ودرت شويه تاع الفرينه، وحده لا ليفيغ، وشويه تاع لافاني اللي حبت دير الزاز تاع القارص ديرو، وحطيتها طيب راح تجي خفيفه روعه. وشو ما تحلوش الفور بزاف على المسكوته يعني باش ما تهبط لكمش. وهذه هي البنات، شويه حليب. يعني انا مانيش هذيك اللي نشرب الحليب، بصح ساعات نحب نحتمك على روحي. ساعه برك يكون سورتو يكون هكا جواز ولا نحب نحتمو. قلت لكم الفيديو تاع اليوم فيه وصفات طبيعيه للعنايه بالبشره، سورتو لي لابو تاعها سونسيبل كيما انايا. ما نحبش نشري يعني لي برودوي هذوك تاع الكوسميتيك، نحب ماذا بيا ساعه على ساعه نتفكر روحي هكا بوصفات نديرهم في الدار، وحبيت نشاركهم معاكم حبايبي الغاليين. كيما راكم تشوفوا قلت لكم هذا راه نهار الجمعه. بديت الروتين تاعي من الصباح. بعد ما فطرت اول حاجه درتها رحت درت حمام زيتي لشعري. يعني هنايا اضعف الايمان كيما تكون حتى حاجه عندكم ما عندكم حتى ماسك، ديروا زيت زيتون. وشي هو ما نصحش بها يعني اللي دايره لي ماش يعني لا كولور تاع شعرها كلا، انا تاعي ديجا مهبطوا بزاف. تسمى ما معليش حتى اذا حماروا بغيت نعاودهم، ما نصحكمش بيها. درتها هي الاولى، عمرت شعري بزيت زيتون وغطيته بكيس بلاستيكي وجيت نكمل في شغلي. مانيش راح ندير يعني لا بربوش على كما يقولوا بعض المناطق كسكاس ولا كشتا نهار الجمعه، يعني راح نبدل شويه. ماهيش حاجه يعني محتمه يعني عندي في الدار، يعني لازم نهار الجمعه بالعكس كل خطره كيفاه، سورتو اليوم بالذات راح قلت لكم راح نفحفح روحي اليوم. قلت لهم راهو ليا حبيت ندير الوصفه هذه اللي سهله ثم توجد، يعني ما تحكمش خلاص اليد. بطاطا كوشة، شوفوا البنات مليحة فيها، يعني تقصي كلش مع بعضها وديرها في الفور وحتجي بنينة 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 تهبل. ما فيهاش بزاف مكونات، 3 حبات تاع البطاطا، حبة طماطم، الفلفل الحار اللي ياكلوا الحار، والبصلة راح ندير هنا نص حبة، يعني هذه راهي كبيرة بزاف مانيش راح نديرها كامل. كما راكم تشوفوا قصيت الخضره تاعي نغسلها اكيد ونقشرها ونقصها هذه هي. قلت لكم هذه الوصفه من اسهل ما يكون، وانا نحب الوصفات السهله سورتو هكذا كي ما يكونش عندي الوقت. نهار الجمعه انا ما نحبش ندير فيه خدمه كبيره. شوفوا البنات هنا كيف قصيتها، قصيت البصله هذيك شرائح، البطاطا كما راكم تشوفوا، الطماطم، قصيت هذاك المورسو تاع الدجاج كما شفتوا. قلت لكم نهار الجمعه ما نحبش ندير فيه الميناج، نحب ندير حوايج هكذا خفاف، نحب نخرج، نحب نتهلا في روحي. هذه هي ساعه العبد يمد راح روحه. وسمعت ولا غير سمعت واحد الوقت يقولوا بلي الخدمه تاع نهار الجمعه تنحي البركه من الخدمه. يعني خلينا اللي لا غالب عليهم الخدامات هذوك يخدموا يعني برا اوبليجي عليها تخدم نهار الجمعه في الدار، اللي ماهيش محتم عليها تخليه نهار الجمعه تروبوزي فيه ترتاح فيه. شوفوا البنات درت لي زيبيس، هنا لي زيبيس اللي تحبوهم كامل ديروهم. درت شويه تاع زيت زيتون، حبيت نديرها بزيت زيتون، ما كانش عندي يعني الحشيش دبشه ومعدنوس ما كانش عندي، اللي عندها تزيدهم. قلت لكم هذه الوصفه سهله 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 ثم توجد. هاكم تشوفوا قصيت كلش خلطت كلش، درت لها لي زيبيس الملح بلا ما نساو اكيد، ونديرها في البلاطو تاعي اللي يدخل للفور. ندير شويه تاع الماء في الكوفيت هذيك اللي خلطت فيها بعد، تسمى مازالوا فيها التوابل هذوك. نديروا غير نص كاس برك تاع الماء، داك الخضره هذيك تطلق الماء تاعها وطيب الله الله، يعني ما تقلقوا رواحكم معاها ما والو. هذه هي الوصفه اللي تسلكني يعني كي نكون مزروبه. درت شويه نتاع الثوم هنايا في الماء هذاك،
وندير شويه تاع طماطم مصبره باش ما تجينيش البطاطا كوشات تاعي شابه. هذه الوصفه البنات اللي نعتمدها في البطاطا كوشات، تقدروا ديروها باللحم، تقدروا ديروها بالدجاج كيما درت هنايا، تقدروا ديروا فيها طون، اي حاجه، المهم راح تجي بنينه تهبل. نخلط هذاك الخليط مليح، نكبو فوق البطاطا تاعي ونغلفها، درت لها بابي كويسون بابي الومنيوم ونحطها طيب. هذه اسهل وصفه يعني تقدروا توجدوها. حتى البنات الصغار اللي عمرهم ما طيبوا يجربوا الوصفه هذه، راهي سهله. كما قلت لكم اليوم قلت لهم مانيش قاعده لا ميناج لا والو، راح ندير لكم غداء خفيف ظريف، نتهلا شوي في رويحتي ونخرج. هذه هي. ان شاء الله تكونوا بخير البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا في صحه جيده يا رب العالمين. نحب نطلع عليكم ونفرح بزاف بزاف كي نحط هكذا في فيديوهات، ديما نقولها لكم الهضره هذه. هنا شوفوا البنات درت ورقه تاع الرند كما قلت لكم، نبدلوا شويه سيدي كل نهار شطاره، الحكام في الدار يا تنظيفات، اليوم نتهلاو شويه في العميره كما يقولوا. الفيديو تاع اليوم راني شاركته معكم كما قلت لكم من الصباح لليل واش درت فيه. احنا نغلفها هنايا تدي لكم واحد 45 دقيقه ساعه هكذاك، نقصوا للفور باش ما تشلفوهاش. درك الخضره هذيك تطلق الماء نتاعها وطيب لكم، واش نقول لكم ما شاء الله تجي هايله هايله. ونروح هنايا حطيتها طيب وجبت هنايا باش نوجد الماسك والقماج اللي راح ندخلهم معايا للحمام. القماج هذا نحبه بزاف، خلاص درت مغرفه معمره تاع الحليب هذيك تاع السكر وكيفها قهوه، ونخلطها بزيت تاع زيت الاطفال هذيك زيت جونسون، يعني اللي تحب دير زيت زيتون، انا ما نحبهاش بزاف زيت زيتون يعني في الوصفات تاع الوجه وكلشي تبان لي تكحل، كاين اللي قالك تكحل. ننصحكم بالزيت هذه البنات، ننصحكم بها بزاف، خلاص بالنسبه لي انا نرطب بها وجهي، سما نديرتها مرطب، ندير بها هكذا لي كوماج اي حاجه هكذا نديرها مليحه بزاف، خلاص يعني ما تضرش. نخلط القماش تاعي كما شفتوا مكونات بسيطه، والله صدقوني انا القماج الوحيد اللي ساعدني في بشرتي ونلقى فيه نتيجه يعني تقريبا فوريه. ديروا خطره في الاسبوع يعني مش ديما، كما قلت لكم الروتين هذا نديرو خطره في الاسبوع. هنا عندي بياض بيضه راح نقص منه شوي. هنا نزيد نخدم الماسك تاعي، قلت لكم نوجد كلش باش كي ندخل الحمام كما قلت لكم حتى نكمل اموراتي ونخرج. هنا قلت لكم درت بياض البيض وشويه تاع نشا، هاكم تشوفوها البنات، مش لازم مكونات هايوين باش نتهلاو في رواحنا، مش لازم الغلا، مش لازم نشريو حوايج يعني غاليه باش نتهلاو في رواحتنا، بحوايج بسيطه برك وراح تشوفوا النتيجه، يعني سورتو كي تداوموا عليها. قلت لكم انا روتين هذا مدايرته اسبوعي، خطره في الاسبوع نديرو مع الحمام هذاك تاع الاسبوع، يعني مش فهمتوني، مش هذاك الحمام تاع كل يوم، انا الحمام تاع الجمعه مش هذاك الحمام تاع كل يوم، تنظيف عميق كما يقولوا. ها وندير التنظيفات العميقه غير للدار برك هي. هنا ندير فنجان تحصلوا على قوام هكذا كريمي مع لو بلون دوف هذاك. نخلطهم مليح باش ينسجموا هذوك المكونات مع بعضهم. وشعري كما قلت لكم انا بديت به هو الاول عمرته بالزيت، هنا كيما تلقاوش خلاص يعني حتى حاجه ديروا كيما درت انايا، درت الزيت مولفه ندير واحد الماسك هكذا فيه الصفار البيض وفيه كاش من نهار نشاركه معاكم البنات يعني. وهذا كيما نقولوا اضعف الايمان، ما كانش خلاص ندير زيت زيتون. وهنايا يعني الحمام كيما قلت لكم ماهوش تاع كل يوم، الحمام تاع الجمعه يعني وحده، لقطات خفيفه برك البنات، هذا هو التحفيز، يعني مش كيما قلت لكم نحفزوا بعضنا غير على الخدمه تاع الدار، نحفزوا بعضنا حتى في الحوايج هذو، سورتو اللي عندها الاولاد وعندها مسؤوليات وخدمات نساء يعني اللي يخدموا برا ويخدموا تلقاهم مساكن يعني هكذا مهملين شويه رواحهم، الله غالب الوقت ما يكفيش. بصح اختي العزيزه حاولي تدي شويه وقت برك يعني اخطفيه كما يقولوا وديريها لروحك نتيا باش تقدري تمدي، باش تقدري تشارجي روحك هكا بالطاقه الايجابيه. يتهلا العبد في روحه، هاكم شفتوا مش حاجه كبيره ولا. كملت الدوش تاعي، جيت هنايا نبدل حويجاتي،
هنايا جبادور هذا شريتو العام اللي فات، ف كي قريب يخلص الصيف يعني بقى كيما راهو جديد. قلت نلبسو سورتو مع راني خارجه رايحه لدار عزوزتي، خفيف. دوكا حنا ما فهمنا والو يعني، ما فهمنا نشتي وما فهمنا نصيفو، حنا فتنا صيفنا خلاص، ما قدرتش نزيد نحي القش تاع الصيف. بصح هو برد الحال ولا غير الفرن وعاودنا شعلناه والحمد لله ربي يغيثنا ان شاء الله. هذا كامل من الكرم تاع ربي سبحانه. بغيت نلبس لي بوكل هذو الخفاف. هذه هي البنات، شويه تفحفيح، شويه بروشينغ هكذا خفيف. كيما قلت لكم يعني اكيد مش راح يكفينا الوقت نديروه نستشورو كل يوم ولا نعدلو كل يوم، بس نخطفو شويه، نخليو شويه تاع الوقت لينا حنايا. هنا بطاطا كوش تاعي راهي طابت، واش نقول لكم والله يا البنات غير جات بنينه بنينه تهبل. وكيما شفتوا ما فيها مكونات بزاف، ما تديش الوقت، سورتو 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 ما تديش الوقت. وانا هذه الحاجه اللي اللي نحبها هكذا. ما تخليوهاش تنشف مليح خلاص باش ما تيبسش. بعد ما طابت البنات شعلت لها شويه من الفوق، نحيت لها البابي الومنيوم هذاك، شعلت لها شويه هكذا من الفوق حمارت. ووجدت البطاطا تاعي، وجدت لهم الطابله باه يتعشاو. واش كاين كيما قلت لكم يعني، والحمد لله على النعمه. حوايج بسيطه. كما قلت لكم يعني مش محت ما الواحد يدير طبق تقليدي نهار الجمعة، يعني لا هي في القرآن ولا في السنة ولا عادات وخلاص. كي تكون اللمة وتكون العيلة كبيرة وعلى هلالة، حاجة مليحة. وكي يكون العبد مزروب كما قلت لكم اليوم أنا حبيت نطلع شوي في روحي وحبيت نخرج، درت لهم بطاطا كوشة والخبز هاكم تشوفوا. حتى الكسرة ما درتش، قلت لكم اليوم قلت لهم والو اليوم ما فيهاش تقلاش، ندير لكم حاجه خفيفه وخلاص، مع شويه تاع سلطه وشويه تاع ديسير. والحمد لله على النعمه، اللهم دومها نعمه واحفظها من الزوال يا رب العالمين. البنات نحب نشارك معكم هذه اللقطات خاطر بزاف اللي يحبوهم وبزاف يقولوا لي ما كاش تصوري الطابله. هذه هي حوايج بسيطة والحمد لله. كما قلت لكم اللهم دومها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. احنا بعد ما كملنا الغدا طول غسلت هذو كلهم ميعنات ورحت لدار عزوزتي، قعدنا يعني قصرنا بيان حتى العشية خلاص وروحنا. مور الصلاة يعني اللي روحنا حتى فات صلاة الجمعة وخرجنا. وهنايا البنات العشية كي روحت هاني كيف كيف المعلم كان معروض في العرس تاع صاحبه وتهنيت. يعني قلت له مادام انت معروض انا يجيب لي حاجه من برا، جاب لي شويه طاكوس انا والولاد. ساعه ساعه قلت لكم يعني مش لازم ديما نطيبوا، ساعه ساعه يعني ماهوش صحي الاكل تاع برا على بالنا كامل باللي ماهوش صحي، بصح واش راح نديروا ماناش راح نقدروا نستغناو عليه يعني كليا. قلت لهم نجيب شويه طاكوس من برا وخلاص. هذه هي سورتو كي نخرج البنات، انا كي نخرج نهار اللي نخرج فيه ما نقدر ندير حتى حاجه، ماذا بيا حاجه خفيفه وخلاص ورانا كل يوم نطيبو. ومليحه هكذا كي تجيك حاجه ساعه ساعه تجيك حاجه واجده. احنا ثاني نحبوا شويه الواجد وعلاه لا يا اخي البنات ولا لا نحبوا ساعه ساعه احنا حاجه واجده بلا ما نتعبوا فيها، نستبنوها اكثر شويه تاع الجي. وثاني هذا هو العشاء.